قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا يدل على أن النسيان إذا أكل أو شرب وهو صائم أن صومه لا يبطل، لأنه معذور بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إنما الذي يبطل الصوم هو الأكل متعمدا أو الشرب متعمدا. أما من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الشيء أعطاك الله إياه وأنت لم تتعمده فلا يضر صيامك، لأن النية موجودة وهي نية الصيام. أنت لم تنوي الإفطار، وإنما تناولت هذا الشيء ناسيا ولم تنوي به الإفطار، فصيامك باقي والحمد لله. فالذي يأكل ويشرب ناسيا صيامه باقي، لأن نيته موجودة، ولأن النسيان معفو عنه. أما من أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحرم الأكل والشرب فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن تعمد وأكل أو شرب بطل صيامه. نعم، لأنه نقض النية. نعم، تعمد يعني نقض النية. نعم. قال: وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم، مثل الذي قبله. من أكل أو شرب أو أفطر ناسيا فليس عليه شيء، صيام صحيح. نعم.